صباح الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. طبعا داخلين على العيد الكبير ان شاء الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركه، وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل بقى مع بعض كده الكوارع. مش قادره اقول لك شويه شوربه كوارع كده بليمونه كده انسي، ولا طاجن الكوارع الخطير ده بجد حاجه كده في قلبك. طريقتين مختلفين وسهلين جدا جدا ان شاء الله. لايك وشير وكومنت حلو زيكم، بحبكم في الله، وكل سنه وكل الامه العربيه بخير وصحه وسعاده ان شاء الله. اول حاجه انا معايا كارع ما شاء الله بصراحه الجزار الله يبارك له جايبهولي فله زي ما انتم شايفين. واحلى ما في الموضوع ان هو مقطعهولي قطع صغيره كده. يعني يا دوبك انا غسلته كده شطفتين بالميه، وحطيت عليه شويه خل كده وشطفته تحت الميه زي ما انتم شايفين. بس كده كانت ريحته ما شاء الله كده فله شمعه منوره. ولو حاسه فيه بزفره ولا حاجه ممكن شويه دقيق وليمونه بيبقى ريحته زي الفل. حله كبيره بقى كده اهوت على النار، حاطه فيها ميه بتغلي كده، وشطفت الكوارع زي ما انتم شايفين خليتها زي الفل كده. نبدا بقى نسمي الله ونبدا نحط على النار على طول. اجمل ما في الموضوع ان هي لما بتتقطع قطع صغيره قوي كده بتتسوي معاكي بسرعه جدا. حله كده زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا اسمي الله واحط الكوارع بتاعتي على طول. وهنا بقى هقول لك ان انت تحطي الملح في الاول خالص عشان تطلع الكوارع بتاعتك مسكره. ما تقوليش ان انا هحط الملح في الاخر، لا خالص، حطي الملح وحطي الفلفل الاسود بتاعك وحطي البصلايه وكل حاجه زي ما انت شايفاها، وسيبيها اول ما تبدا تغلي كويس قوي قوي. هدي عليها النار وسيبيها ساعة بالظبط ما شاء الله، وهتاكليها هتلاقيها كده ايه، زبدة. عايزة اقول لك ان الملح يعني حلو جدا جدا، وبيخلي طعم الحاجه في الاول حلو قوي. واي حاجه عايزاها يعني تستوي بسرعه كده وما تاخدش معاكي وقت، حطي نص معلقه سكر. عايزه اقول لك هتخلي الحاجه معاكي زبده ما شاء الله. ساعه بالظبط وكانت معايا لوز العنب زي ما انتم شايفين. انا من كتر ما هي مستويه مش عارفه اطلعها كده ما شاء الله، ما خدتش وقت خالص، وبجد الشوربه بتاعتها طعمها كان خطير. الملح والفلفل بقى مع البصل اتغلغل كده وكانت تحفه. شايفين قد ايه مستويه وتحفه؟ اسكت لغايه هنا؟ لا طبعا هي النهارده اتاكلت زي ما هي كده بالشوربه كده بالليمون، وكانت بجد طعمها خطير، ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص. شايفين الفلفل الاسود كتير ازاي؟ كتري الفلفل الاسود عشان ما تشميش فيها اي ريحه. ده شكلها من قريب بجد خطيره. بقى عندي بقى كام حته لتاني يوم. اسكت؟ لا والله ما اسكتش، لازم اعمل بقى وصفه تانية. جبت بقى ايه زي ما انتم شايفين، طلعتها من غير تسخين ومن غير اي حاجه، خليتها متجمده ببعضها زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان انا اعرف اقطعها قطع صغيره. ماشي، زي ما انتم شايفين قطعتها مكعبات صغيره خالص كده، زي اللي احنا بنجيبها مثلا ايه، تبقى على الورق العنب او الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين قطعتها قطع صغنطوطه خالص كده. وبعد كده هسمي الله واجيب الطاجن بتاعي اللي انا هشتغل فيه. طاجن بقى، صينيه، حله، ايه المتوفر عندك اشتغلي بيه. بس بصراحه انا حابه ان انا احطها في الفرن. معايا هنا 3 طماطمات ومعايا بصلايه ومعايا بطاطستين. هضرب كده البطاطس في الكبه او في المطحنه او في الخلاط، البطاطس بالبصل زي ما انتم شايفين. هجيب الطاجن وهبدا كده اقطع المكعبات البطاطس بتاعتي مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده اهوت. ونبدا نسمي الله ونحط بقى ايه الكوارع اللي انا قطعتها كده اهوت على طول زي ما هي كده. شايفين هي حتى تحس ان الشوربه لسه متجمده، وده سر ان هي ايه اتقطعت معايا بكل سهوله. حطيت بقى الطماطم والبصل بعد ما ضربتهم. نحيق بقى، اهم حاجه نحط قرن فلفل حامي وقرن فلفل عادي كده رومي عشان تشم روايح بقى، مش قادره اقول. يعني حاجه بسيطه كده من ورق اللورا، وحبه فص واحد بس حبهان بيخلي بصراحه الطاجن بتاعك طعمه حلو جدا وريحته نفاذه. شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون فقط لا غير. احط معلقتين كده زيت واكمرهم كويس جدا جدا بالفويل، وقمت مدخلاهم الفرن. مش قادره اقولك بالظبط نص ساعه وطلع معايا الطاجن خطير. بجنب كده شويه رز كده اهوت بالشعريه، وما شاء الله اللهم بارك كده، ربنا يحسن ما بين ايديكي وبالف هنا وشفا. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ ما تنسوش يا اخواتي كده تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها ايه، لان بصراحه احنا بنشجع بعض كده يا جماعه. ولو حتى بتستفادي مني ولو بحرف واحد بس قولي لي في كومنت حلو زيكم. بحبكم في الله، ومع السلامه.